يا هلا بالمبدعين، معاك وهبة. النهاردة وصلتني جفت مميزة. الجفت دي كنت مشتركة في مسابقة تبع بيج سينا على الانستجرام، وكنت من المحظوظين اللي فازوا بالهدية. الهدية عبارة عن علبة ألوان مية 6 ألوان. العلبة حجمها صغير تقريبا بحجم 4 صوابع، وده يسهل ان احنا ممكن ناخدها معنا في اي مكان ونرسم بيها يعني. طيب الالوان زي ما انتوا شايفين زي ما هم رسمينهم بالظبط زي ما هم جوه. في لون اصفر، وفي لون اورنج، وفي لون احمر، والاخضر والازرق، ولون اسمه بيرنت امبر اللي هو زي لون البني كده. اللي بنميز علبة الالوان دي انها مصنوعة في مصر، ومصنوعة بايد الناس اللي في بيج سينا. هما كمان لما دخلت على البيج عندهم لقيت عندهم ما شاء الله تنوع كبير في الالوان، يعني في العلبة دي وفي علبة الوان 12 وفي الوان اكتر، وعندهم الوان مية ميتاليك كمان. هجرب معاكم الالوان واعمل سواتشز ليها وهوريكم عامله ازاي. اولا ده الدفتر اللي انا عملته في الفيديو اللي فات، اتمنى تكونوا شفتوه. هعمل اول سواتشز عن طريق حاجتين. الاول هعمل خطوط عاديه بالالوان، وبعد كده هرسم مشروم وهحددها عشان اشوف برضو في التلوين تبقى عامله ازاي. انا الاول باخد اللون نفسه وبلون بيه زي ما هو تقيل، وبعد كده بخفف بالميه وامشي باقي الصفحه يعني عشان اشوف تخفيف الميه هيعمل ايه في اللون، البيجمنت بتاعها هيبان ولا لا. عايزه اقول لكم ان ما شاء الله ان الالوان عامله زي ما تكون كريميه، وتشبع اللون حلو جدا، خاصه اللون الاصفر. انا لما بجرب الوان ميه كتير دايما اللون الاصفر يعني بحتاج احط كذا طبقه عشان يبان. وانا هبقى ارسم بعد كده هوريكم رسم زهور وحاجات. انا ما كنتش بنشر الرسم بتاعي، بس انا هوريكم رسم زهور وحاجات مختلفه بالالوان ميه بتقنيات مختلفه. وبرضه هوريكم الفرق بين انواع الوان ميه مختلفه، سواء الوان خشب تتحول الوان ميه او الوان ميه ماركات مختلفه. وهوريكم الفرق بين بيجمنت الالوان. دلوقتي انا كده خلصت رسم المشروم، هستنى لما كل صفحه تنشف، وبعد كده هحبر بقلم مضاد لالوان الميه اللي هو هيكون يوني بن اسود. القلم ده هعمل بيه تفاصيل عشان ادي شكل المشروم من قريب بيبقى شكل المشروم بالظبط، بس بعد الصفحه ما تنشف خالص. هبتدي اعمل بقى راس المشروم، وابتدي اعمل من تحت كده اللي هي الخيوط اللي بتبقى موجوده فيه، واديله الابعاد بتاعته، وهوريكم الشكل النهائي لاستخدام الوان الميه مع المشروم بتاعي. دايما بحب اعمل سواتش بافكار مختلفه، مره اعمل مشروم، مره اعمل زهور، اعمل حاجات كتير مختلفه بحيث ان متبقاش الحاجه ممله وتبقى حاجه عاديه. كتبت طبعا لون كل واحده تحتها. الورق اللي انا مستخدماه هنا قلت لكم عليه قبل كده بيبقى فوق ال 250 جرام، خاص بالالوان الميه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو حابين تشوفوا اي انواع فيديوهات معينه عن اي نوع كرافت اكتبولي في التعليقات. وشكرا لمتابعتكم.